هذا الراجل اللي كتشوف قدام عينيك دوز 24 عام ديال الحبس بتهمة انه صفال شي واحد. 24 عام ديال الحبس، ولكن في الاخير عرفوا بانه هذا السيد غير مظلوم وبريء وما ليه والو في هذه القصه كامله. الرجال، القصه اللي غادي تشوفوا اليوم انا متيقن 100% حتى شي يوتيوبر ما دوا عليها. شرف ليا كبير انني نكون من الاوائل اللي كنعاود لكم شي قصص تشهد ما قالوا. لذلك حاجه واحده اللي غنطلب منكم هو انه تدعموني بواحد جيب وديروا واحد ابوني وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. درتيها، شكرا بزاف. دانيال فيلغاس هو البطل ديال القصه، شاب امريكي كيعيش في إلباسو. إلباسو هي مدينه امريكيه تقع في ولايه تكساس. دانيال من عائله كبيره بزاف، واحد السيد اللي عادي جدا، كان طالب في واحد المدرسه ثانويه ومره كيمارس الهوايه ديالو اللي هي روايه القصص. كان دانيال كيعجبوه القصص، يروي القصص، عايش حياته بحالو بحال كاع الشباب. في سنه 1993 دانيال غادي يعيش اكبر كابوس في حياته. 10 ابريل 1993 كان دانيال العمر ديالو ديك الساعات 16 سنه. ملي نقول لك 16 عام يعني باقي في مراحل سن المراهقه. في هذا السن ديال الظهور دانيال غير لقى راسو بين 4 الحيوط، مشدود في الحبس وهو في العمر ديالو 16 عام. كان تيقرا شويه لقى راسو في الحبس. والغريب في الامر هو انه دانيال اعترف امام المحكمه وبالفم ديالو بانه هو اللي ارتكب الجريمه، وقالوا بلي انا اللي صفيت عليهم وتيريت فيهم بالسلاح. اللي سبب دانيال في الضحايا جوج ديال المراهقين. تماك ما ترددوش وشدوا دانيال في الحبس. دازت عامين سنه 1995 دانيال ولا العمر ديالو 18 سنه. القضيه غادي تفتح من جديد باش يحكموا عليه. تماك دانيال فرح وقال بانه صافي غادي يخرج وغيتبان براءه ديالي، ولكن لحسن الحظ دانيال حكموا عليه بالسجن لمدى الحياه. السجن المؤبد. تخيلوا معايا العمر ديالو 16 عام، كان تيقرا لقى راسو في الحبس. دازت الايام والاعوام، دازت 14 عام سنه 2009 دانيال قرر انه يدير اول محاوله ويبين البراءه ديالو حيت مظلوم بزاف. داكشي دار دانيال، فتح القضيه من جديد وجاب محامي جديد. المحامي الجديد اللي جاب دانيال اثبت انه لا يوجد ادله، ما كاين لا شهود لا سلاح لا بصمات. والمشكل هو انه دانيال اعترف بفمه انه هو اللي صفى عليهم. داكشي خلاه يتشد وياخذ العقوبه ديالو. ولكن دانيال ما حبسش هنايا، بقى كل نهار كيجيب محامي جديد، كل نهار كيطلب الاهل ديالو باش يعاونوا ماديا ويعطيوه فلوس. ولكن لحسن الحظ اي محامي كيجيب دانيال كيفشل. فقد الامل في حياته وقال صافي غادي نكمل حياتي في الحبس، وداكشي اللي بقى لي في حياتي غادي نكملو في الحبس وانا ما داير والو. تما قرر دانيال انه يعطي راسو اخر فرصه اللي غتكون الفرصه الاخيره اللي غادي يخليه يخرج براءه. عطى راسو فرصه الاخيره وقرر انه يجيب اخر محامي. وهذا المحامي اللي جاب دانيال استخدم الذكاء ديالو وقدر انه يفك هذا اللغز. المحامي الجديد اللي جاب دانيال ركز على الكلام ديال المحامي الاول اللي فشل في القضيه. قال لهم بانه دانيال غير مظلوم وبريء، ودوك الناس اللي ارتكبوا الجريمه كيهددوا في دانيال الا قال الحقيقه غادي تصفيوها ليه حتى هو. وحيت كان دانيال في عمره 16 عام في ديك الوقيته تخلع وخاف على راسو. تما قنعوه ودخلوا من الشك. ولكن المحامي ما وقفش هنايا، زاد عطاهم ادله اخرين وقال لهم كيفاش دانيال دخل الحبس وما كاين لا ادله لا والو، لا تصاور لا سلاح لا بصمات لا شهود لا والو. فقط دانيال جا عندكم قال لكم انا اللي صفيت عليه دخلته الحبس. فين هو الدليل؟ انا تيبين بانه دانيال كانوا تيهددوه فيه وجا مسكين مخلوع ودخل الحبس غير حيت هو اللي قال لكم راه انا اللي صفيت عليه. ما كاين لا دليل لا والو. تما كعرفوا بانه القضيه فيها ان دخلوا من الشك. المحامي استعمل الذكاء ديالو، ولكن المحامي زاد عطاهم دليل اخير اللي غادي يخليهم يتخذوا قرار جديد. اثبت ان هناك 3 مراهقين اخرين غير دانيال اعترفوا بالقيام بنفس الجريمه. 3 جوج مراهقين من غير دانيال حتى هما جاوا اعترفوا بنفس الجريمه اللي قال دانيال بانه ارتكبها. دازت الايام والاعوام، تقريبا 23 عام دانيال بقى في الحبس. ولكن هذه المره كان المحامي كل مره كيجيب ليه جديد وواقف معاه. من بعد مرور 23 عام ديال الحبس بينوا بانه دانيال بريء جدا. The state of Texas versus Daniel Villegas, number 94 0D09328. Verdict form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of...
تخيل معايا يدخل الحبس هو صغير، خرج منه هو كبير، وكيتعتبر دانيال فيلغاس من اكثر السجناء اللي تسجنوا ظلما. الرجال، هذه هي القصه ديال اليوم. العبره ديالها اللي هي وياكم ثم وياكم انكم تظلموا شي واحد. دعوه المظلوم مستجابه. وبغيتكم تقولوا لي في لي كومونتير شكون هو البطل ديال القصه، واش دانيال ولا المحامي؟ كان معكم كزالور، نتلاقوا في حلقه جايه ان شاء الله، وكيف العاده تعيش انتري فور لايف.